صباح الخير، هلا وبنات، شلونكم؟ شخباركم؟ عند هذا الفيديو روتين رمضاني قلت خلينا ننزلكم قبل لا يخلص رمضان، لأن أبدأ أباشركم بتنظيفات العيد العفو وطريقة الكليجة أو المستحقات. هنا مثل ما شفتوا رحت بيت عمي شلعت النوب غسل صالتنا على الركب. هنا هاي التقيت ببنية واحدة من متابعيني، بنية كانت متابعتنا على اليوتيوب، ومن بعدها تواصلت وياي بالانستا، ومن بعدها قالت تجي أشوفك، أكيد ما نطرت خطامنا. قلت لها هلا بيج. إجت البنية وتركت هذا التعليق همينة، والتقت بيا وشافتني تقريبا، أخذت يمي ساعتين وطلعت. المهم حياها الله وكل الهلا بيها، وأتمنى ما قصرت وياها. وهنا عندي خياطات العيد عند الخياطة، رحت جبتهن. رجعت نمت وعلى التليفون للعصر قعدت عجنت مثل ما شفتوا، يعني كملت العجينة وسويت التشريب. طبعا نزلت لكم بقناة الطبخ، ما أقدر أصور لكم أكثر، خاف يصير حقوق. وهنا بديت أحضر فطورنا، يعني سويت البطيخ، سويت الزلاطة، ومثل ما جاي تشوفون يعني باقي الأمور. المهم بنات قنوات الثانيات اثنيناتهم نزلت لكم بين فيديوهات، قناة اللي تعليم المكياج وقناة تعليم الطبخ، وهاي روتينيات ويوميات. إن شاء الله من بعد هذا الفيديو راح ينزل فيديو تنظيف البيت للعيد، ورا فيديو ملابس العيد حاليا اشتريت اني، وسويت الزلاطة وكملتها بهاي الطريقة. يعني أنا سويتها مثل ما تشوفون، خليت عليها برشة جزر وشوية ثوم يعطي طعم للزلاطة كلش طيبة. هاي السلطة أسويها قسمين، قسم لأهلي وقسم للخطيبين، يعني مسوي دايت خطية وأني يعني أسوي له وأدزه. كملتها، ومن بعد ما كملت السلطة والطرشي والبطيخ كان عندنا، وخواتي سوون اللبن حضرن الماي. كملت النوبة سلطة خطيبي، لأن تختلف عن هاي سلطتنا، يا ريت بها الهانة وهيج أمور. همينة سويتها إليه وجاي أخذها وباشرت بالطبخ. كملت طبخي، يعني طلعت الدجاجة من التشريب، شنقيت وهيج أمور. إنه أبويا ما صايم، هسه تجي تقول ليش أبوك ما صايم؟ أبويا رجال كبير، ثاني شي دخن جقاير، يعني مدخن مال جقاير وما يقدر، ورجال كبير بالعمر. هنا أنا بديت أشنق، بس شوفوا هاي الحركة ايش قد تعبت عليها. عمي شنو كل حركات، سويت لكم حركة بشي. المهم كملت التشنيق. ها باب الجوارين اعذرونا بنات. كملت التشنيق ورحت اريد اخبز، لقيت هاي الخبزة ظلة بالتنور. بنات انا سامعة من اهلنا يقولون خبزة تبقى بالتنور توخر وجع الراس ما ادري شلون. وخبزت والطحين كان مو شي بنات، ما انصحكم الطحين وجبة هذا. هنا حضرت عشان طبعا صوتي ناصي، شاهد الله بلا علمي ما اقدر احكي، بس قلت لازم امنتج هذا الفيديو وانزله لكم. تعشينا وسهمكم وسهم العافية، وصليت. أنا طبعا من النوع اللي حاضر عشاء وأتعشى والنوب أصلي. هنا أنا صارت عندي جوعة تقريبا ب12 بالليل، وتعرفون بعد الخطيب ما قصر. وأبشركم تركت البيبسي، صار لي تقريبا فوق 21 يوم أو 27 يوم ما شاربة بيبسي، رغم كنت أنا مدمنة مال بيبسي. بس بنات والله العظيم صدقتني ما خلى بيه، ودوم ينصحوني تركي تركي، ما قدرت، بس الحمد لله قدرت أترك البيبسي. وهنا وصلنا نهاية الفيديو، وأتمنى الفيديو عجبكم، وكان هذا روتين رمضاني، وقلت أحسن ما يظل عندي بالمونتاج أنزله لكم. ومع السلامة، واعتذر على الصوت الناصي يعني بلا عيني. الله